أحد السلف الصالح رأى رجلا سكرانا يهذي في الشوارع. هذا عالم من العلماء، شاف له واحد في الشارع سكران، يقول فأخذه من يده وأدخله بيته وأجلسه في الغرفة وجعله ينام الليل كله عنده عشان يرد عقله. وفي الصباح قام فعلم أنه كان سكرانا، وأخذ العالم الشيخ الجليل أخذ بيده وأدخله إلى البيت وستر عليه. قال لما فعلت هذا؟ قال خفت أن يراك الناس فيفتضح أمرك، أردت أن أستر عليك ليستر الله عليك. فبكى الرجل وأعلن توبته لله عز وجل. من ستر مسلما ستره الله. أما هذا اللي قاعد يدور العورات، والله في ناس فيهم مرض في قلبه، أعوذ بالله، يعني شو الخبث اللي في قلبه، يراقب، يفتش، يتجسس، كاميرات، مسجلات، بل في الانترنت يضحك على بنات الناس، ياخذ صورهم يهددوهن بالفضيحة، يريد أن ينشر أستار الناس ويتك عوراتهم. شنو القلب هذا؟ تعرفون ماذا يقول النبي في هؤلاء الناس؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من آمن بلسانه، هذا بس كذي كلام إيمانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتتبعوا عورات المسلمين. تدرون ليش؟ فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، الجزاء من جنس العمل. فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته، فضحه الله ولو في بيته. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. لا تتتبع العورات، شفت خطأ انصح، ذكر الناس، ادعي لهم بالهداية واستر عليهم، لأن الله ستير يحب الستر. الله يوم القيامة يأتي إلى عبده الذي ستر نفسه في الدنيا فيدنيه ويضع عليه كنفه ويستره فيذكره بذنوبه عشان ما ينفضح، ثم يقول له عبدي سترتها عليك في الدنيا، يعني ذنوبك وأنا أغفرها لك اليوم، لا تجاهر ولا تفضح الناس. لما جاء سيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن أحد العمال عنده والأجراء زنى، قال يا رسول الله فلان زنى، فقال النبي له يا هزال يا هزال هل لا سترته بثوبك؟ لو سترت عليه ودعيت للتوبة خلاص، رجل فعل الذنب والمعصية ليش تفضحه؟ ادعوه للتوبة، ادعوه للرجوع إلى الله. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وستره في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يستر علينا وعليكم وعلى المؤمنين وأن يغفر لنا الزلات.